أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد قال النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم: علي عمود الدين. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام ولا يزال فيما يرتبط بأقسام العلم وبحث العلم، وقلنا عندنا مسألة يعني فيما يرتبط، قسمنا العلم إلى قسمين: علم حصولي وهو حضور ماهية الشيء، وعلم حضوري وحضور ذات الشيء ونفس الشيء، وشرحنا هذه المسألة. ثم بعد ذلك قلنا يوجد فارق أو فوارق بين العلم الحضوري والعلم الحصولي، وقد ذكرنا هذه المسألة فلا نعيد. انتقلنا بعد ذلك إخواني إلى مسألة العالم والمعلوم والعلم. عندنا مسألة ونظرية اتحاد العالم والمعلوم والعلم، وأتي ربما إيضاحها في محلها أكثر، لكن قلنا بأنه فقط هنا كان يدور الحديث عن خصائص العالم وخصائص المعلوم. نظرية الاتحاد العاقل والمعقول اتحاد العالم والمعلوم والعلم، هذه تأتي إن شاء الله في محلها، يعني نبحث في محلها، يعني في إن شاء الله في بداية الحكمة مفصل خاص يأتي الحديث عنه إن شاء الله. تحدثنا بالأمس أو بالبحث السابق عن خصائص العالم. قلنا شرحنا هذا المطلب لربط البحث. قلنا أنه العالم بما هو عالم مجرد عن المادة. قلنا هذه النفس البشرية التي تتلقى العلم والمعرفة بل تتسع بالعلم والمعرفة، هذه ماذا؟ مجردة عن المادة، وذكرنا الدليل على ذلك. ثانيا قلنا أن لهذه النفس 4 مراتب، وجميعها تعتبر قوى النفس: مرتبة القوى العقلية، مرتبة القوى الحسية، مرتبة القوى الخيالية، مرتبة القوى الوهمية، مرتبة القوى العقلية. ووضحنا هذه المسألة. وقفنا عند النقطة الثانية. إن شاء الله كل ما تقدم فقط تذكر، ولا كل هذا شرحناه ووضحناه. ثانيا خصائص المعلوم بالذات. المعلوم ينقسم إخواني إلى قسمين: عندنا معلوم بالذات، وعندنا معلوم ماذا؟ بالعرض. لاحظوا معي هذا المثال. الآن هذا الكتاب الذي أمامي، هذا الكتاب الذي هو أمامي أنا ألحظه بلحاظين. هذا الكتاب عندما تأتي صورته إلى ذهني، حلت صورته أو أنا ترقيت إلى صورة المثال حسب النظريات التي تأتي الحديث عنها إن شاء الله. عموما علمت بصورته في ذهني، جاءت صورته في ذهني، ما شئت فعبر. هذه الصورة الذهنية يقولون والتي نالتها النفس وعرفتها الناس بنظرية واتحدت معها الناس، يقولون هذا هو المعلوم بالذات. معلومي أولا وبالذات هذه الصورة التي ماذا؟ اتحدت نفسي معها، علمت نفسي بها. أما هذا الخارجي هذا معلوم بالعرض، هذا معلوم ماذا؟ بالعرض. إذن عندنا معلومان: معلوم بالذات ومعلوم ماذا؟ بالعرض. إذن المعلوم بالذات هو الصورة الحاصلة، وعند العالم بنفسها هذه الصورة. المعلوم بالعرض لا، هو الأمر الخارجي الذي تحكيه هذه الصورة العلمية. واضح؟ وهذا كما سيأتينا إن شاء الله مفتاح لبحث ماذا؟ كيفية رجوع العلوم الحصولية إلى علوم ماذا؟ حضورية. ما راح نطرحها لكن كإشارة له فقط. إذن هذا المعلوم بالذات والمعلوم بالعرض كاصطلاح التفتوا إليه. الآن للمعلوم بالذات، يعني فائدة هذه النقطة نعرف بأنه الآن عندما يكون عندي صورة علمية وهي معلومي أولا وبالذات، وتلك معلومة وبالعرض،
وذاك هذه المعلومة التي عندي ثابتة. بينما المعلوم بالعرب قد يتغير، قد يسمو، قد يحترق هذا الكتاب مثلا، قد يتبدل، لكن يبقى المعلوم بالذات وهي الصورة ثابتة في النفس. نعم قد تأتي صورة أخرى بعدها تغير علمه بشيء آخر، لكنه في النتيجة العلم ثابت لا يتغير ولا يقبل التغير. شيخنا العلم الحضوري من المعلوم بالذات؟ طبعا هذا من كما قلنا بأنه احنا شرحنا بالأمس أو البحث السابق وقلنا هذه النقطة بأنه سيأتينا إن شاء الله، وشرنا الآن أن كل معلوماتنا أصلا كل علومنا تصير بعد حضورية، لأن النفس تعلم بتلك الصور حضورا. واضح؟ واضح إن شاء الله. كيفية يأتي كما قلت في دراسة. ممكن تأيدنا أن المعلوم لا يقبل التغير وكذا كيف يعني؟ قلنا هكذا بأنه من الأدلة طبعا، هذه من الإشارات ما أشير إليها هنا في البحث، إنه المعلوم بالذات دائما العلم بالذات ثابت لا يتغير. هذه مسألة تأتي إن شاء الله، مو الآن موضوعها، فقط أشرنا إليها الآن. المعلوم بالعرب قابل للتغير والتبدل، وهذه إحدى الإشكالات، أنه عندما نقول بأن الصورة العلمية مجردة عن المادة فهي بالضرورة غير قابلة المادة للتغير. هذه مسألة، وذلك يأتي إشكال. إذا علمنا يتغير، يقولون لا فرق بين تغير العلم وبين يقول أنت تعلم بالمتغير لا أن علمك يتغير. هذه هم مسألة، لكن كما قلت مو موضوع الآن، هذا يأتي وين في المرحلة 11 إن شاء الله من بداية الحكمة. ما نقدر نطرح علينا هذا، يبغى أقل شيء ربع ساعة لما نذكر الإشكال نذكر الجواب عليه. مو مطلقنا الآن، مو مهم الآن. المهم ثبت عندنا معلومان، عندنا معلوم بالذات وعندنا معلوم بالعرب. فائدة هذا التقسيم والإشارة إليه هو أن العلم له خصائص والمعلوم له خصائص. العالم خصائصه تقدمت أنه مجرد. لاحظ الناس البشرية مجردة. هنا ماذا نريد أن نقول؟ هنا نريد أن نقول هذا المعلوم الذي تلقيت أنت تلقيته واتحدت نفسك معه، هذا المعلوم هل هو معلوم مادي أم معلوم ماذا؟ مجرد. هنا نريد أن نبحث، أن نشير إلى هذه النقطة. نقول بأنه بلا شك ولا ريب أن المعلوم الذي حل على الناس أو اتحدت معه الناس أو ارتقت إليه الناس، هذه أو وفق نظريات، يعني نشأ لهم نظرية حكمة عليهم نظرية الارتقاء كما قلت يأتي في محله، مو الآن بحثنا. إذا النفس عندما أنا كما قلت مرارا وتكرارا بعض الأشياء قد نثير إليها أو نشير إليها من باب فتح الشهية، ليست هي محلا للبحث في وين دراسات أخرى، في دراسة أعلى تأتي إن شاء الله. هذه النفس محور البحث هذا، هذه النفس هي مجردة، وبالضرورة يكون المعلوم الذي علمت به النفس ماذا؟ هم مجرد. يستحيل أن يكون المعلوم ماديا. واضح؟ إذن مجرد عن المادة هذا المعلوم بالذات اللي هي الصورة العلمية التي حلت عند الناس أو ارتقت إليها النفس، هذا المعلوم يسموه المعلوم بالذات، هذا أمر مجرد. ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك أن المعلوم ذكرنا هنا تقريبا إشارتين. أولا أن المعلوم هذه الصورة العلمية التي الآن في ذهنك أو في نفسك، هذا المعلوم كيفما فرض لا يقبل الانقسام والتبدل، لا يقبل. هذه الصورة الآن صورة نزيهة طاهرة عن المادة ولوثان المادة، هذا غير قابل للتبدل والتغيير. تقول لي أنا لاحظت يتغير، لا، تأتيك صور أخرى، مو هذه الصورة تتطور. هذا من المغالطات. الصورة لا تتبدل، الصورة العلمية ثابتة. يعني تقول لي أنت قد يكون لا، أنا الآن صورة كتاب عندي أقسمها إلى قسمين، نص كتاب ونص كتاب، صورة تغيرت. نقول لا، الصورة ثابتة. أنت خلقت في ذهنك صورتين نص ونص، وإلا الصورة بما هي صورة لم تنقسم، الصورة لا تتبدل لا تتغير. إذن هذا دليل، هذا الدليل الأول.
أن الصورة العلمية التي حلت في الناس هذه الصورة كيفما فرضت غير قابلة للتبدل والتغير، وهذا من شؤون من؟ من شؤون المجرد وليس من شؤون المادة، لأن هذا المادة الآن الذي أمامك هذا مادي، هذا قابل للتقسيم، قابل للتقطيع، قابل للتغير، قابل للزوال، قابل وإلى غير ذلك. بينما الصورة العلمية غير قابلة للتغيير، غير قابلة للتطور وكذا وما إلى ذلك، أو الخروج من حالة إلى حالة، لأن كل هذا من شؤون المادة. وقد أشرنا في بحث سابق أن المادي هو الذي له قابلية واستعداد أن يتحول من حالة إلى حالة. هذه الخاصية الأولى، أو هذا البرهان الأول لجواز التعبير. الدليل الأول على أن الصورة العلمية أي المعلوم بالذات لدى الناس ماذا؟ مجردة وليست بمادية. ما الدليل على ذلك؟ قلنا أنها لا تقبل الانقسام والتبدل، وبالدليل ونكشف من ذلك أنها ليست مادية، لأن الصورة المادية أو الشيء المادي قابل للتبدل والتغير والانقسام. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني ينطلق من هالقاعدة بأن عندنا الأمر الخارجي يتشخص، فبالتالي إذا تشخص بعد ما يكون له يعني هذا الموبايل الآن أو هذا الكتاب الذي أمامي تشخص في الخارج، تشخص بالوجود طبعا، أما تشخص عندما تشخص بعد يقبل الصدق على كثير، له فقط لا يصدق إلا على نفسه، لا يصدق إلا على نفسه. هذا من شؤون الأمر الخارجي والمادي متشخص. بينما الصورة العلمية كيفما فرضت تمتنع عن الانطباق على كثير أو لا تمتنع؟ لا تمتنع. كما قلت الصور أو المعاني ترى معاني كلية وترى معاني جزئية، مثل كلية الكتاب أو جزئية الكتاب اللي صورة الكتاب في ذهني. الفرق بينها السعة والضيق فقط. حتى لو كسرنا القيود، مثلا الكلية الكتاب اللي في المرتبة العقلية، وعندنا جزئية الكتاب صورة جزئية مثل هذا الكتاب. هذا الآن جاءت صورة في ذهني، هذه الصورة صحيح مقيدة مؤطرة بلون بشكل بكذا، شكل الكتاب لونه عدد أوراقه كذا كذا، ولكن يضيق لدائرة الانطباق، لا أنه يزيل الانطباق 100%. لا لا لا، تبقى الصورة قابلة للانطباق على كذا. نعم، بارتباطك بالخارج وانطباق الصورة على الأمر الخارجي يتشخص الشيء عندك. فصورة زيد أو صورة الكتاب أو صورة كذا هذه ماذا؟ هذه لا يمتنع انطباقها على كثيرين. فهذا دليل على أن الصورة العلمية ماذا؟ مجردة عن المادة. لو كانت هي مادية استحالت الانطباق على كثير، أن الأمر المادي في الخارج متشخص ولا ينطبق إلا على نفسه، فلا يمكن أن يشمل نفسه وغيره بعد، خلاف التشخص. واضح؟ إذن هذا الدليل الثاني، الصورة العلمية كيفما فرضت لا يمتنع انطباقها على كثيرين، وهذا من خصائص الوجود المجرد وليس الوجود المادي. فثبت ماذا ثبت؟ التجرد بأن الصورة العلمية مجردة. وعلى هذا الأساس بعد عرفوا العلم بماذا عرفوا العلم؟ قالوا العلم هو حضور مجرد لدى مجرد، هو حضور مجرد لدى مجرد. قدرنا نوصل الفكرة؟ إذا إلى هنا يتحصل بأن تجرد العلم أو اللي هو العالم تجرد. قلنا النفس البشرية النفس الإنسانية مجردة، هذه النفس العالم. وعندنا الصورة العلمية ايش تصير؟ مجردة. ثبت هذا وهذا، شو النتيجة؟ نتيجة أن العلم بما هو علم شو يصير بعد؟ هو حضور وجود مجرد لدى وجود مجرد. فثبتت ولاية علي بن أبي طالب عليه السلام. واضح إن شاء الله؟ شيخنا قد يقال في النتيجة أن هذا المفهوم الجزئي المضيق الذي لا يقبل الانطباق على الكثيرين مثله مثل الذي لا يقبل الانطباق على كثيرين وهو المشخص في الخارج. في النتيجة شيء واحد، أنه لا يقبل الانطباق على الكثيرين. لا يقبل. ليش ما يقبل؟ يعني صورة الكتاب في ذهنك الجزئية ما يمنع تنطبق على هذا أو على هذا الكتاب. هي الصورة ما لها ربط بالتشخص أصلا. مثلا صورة فلان من الناس الذي هذا كما قلت، إذا أنت اتصلت بالخارج
ونظرت بحواسك شخصت هذه الصورة، مو صورة شخصت، صارت هي حاكية عن الأمر الخارجي. وإلا بذاتها من دون الحكاية لا ما يمنع. مفهوم زيد مفهوم عام ينطبق على 1000 زيد، ينطبق على 1000 عمرو. واضح؟ نعم. أنت لما تلاحظ الحكاية بما هي حكاية صحيح، تبقى الصورة تحكي عن ذلك الأمر، فتقول هذه صورة زيد. وإلا من دون النظر، قطع النظر عن الحكاية، عن أنها تكون حاكية عن الخارج، لا تكون. إذا لم تلحظ هذا لا يمتنع انطباق على كثير. شيخنا وجود الصورة فرع وجود هذا الأمر الخارجي. أي ماكو منافاة. الحين النفس إذا أخذت هذه الصورة لكونها مجردة، لكون الصورة مجردة يعني ثبت تجردها، أصلا هي بالنتيجة هذه الصورة. وندخل بإشكال الآخر، ما هو بإشكال نفس إشكال السيد. قلنا بأنه إذا نظرت أنت لازم عندنا لحاظ أنها حاكية عن الخارج، مو اللي تتشخص، لا تكون حاكية عن الخارج. فإذا كانت حاكية الخارج أنت تلحظ أنها منطبقة على زيد الخارج فقط من باب الحكاية، وإلا اقطع النظر عن الحكاية لا يمتنع انطباقه على مفهوم. خذوها قاعدة إخواني، هذه من القواعد الفلسفية. المفهوم بما هو مفهوم سواء كان كلي أو جزئي لا يمتنع انطباقه على كثير. هذا مثل الآن معلومة. أنت الحين توك مدرك مثلا المعلوم بالذات معلوم بالعرض، ولا كلنا ندرك انه ايش؟ هذا معلومنا. لا لا لا، بالتحليل الفلسفي لا، اكو معلوم بالذات تناله النفس، واكو معلوم بالعرض تناله النفس. وذا له فوائد جليله، لان بهذا البيان بهذه الابحاث نرد على اشكال الماديين. الماديين يرون ان العلم مو هو مجرد، لانهم ينكرون تجرد النفس البشريه. فاذا كانت النفس البشريه غير موجوده اساسا او ماديه في نظرهم كما في الفكر الغربي او المادي، فكذلك المعلوم شو يصير عندهم؟ هم مادي. فيفسروا العلم كل تفسير ماذا؟ فيزيائي مادي. مع النظريه الدينيه لا تختلف تماما، تقول النفس العالمه مجرده وكذلك المعلوم مجرد، بهذا اللحاظ بان المعلوم اللي انت تتوهم انه معلوم خارجي، لا مو المعلوم الخارجي، المعلوم صورته المجرده. فلذلك نقول حضور مجرد لدى مجرد. يعني هذه المسائل لها ارتباط كبير وارتداد كبير على مستوى دفع الإشكالات الواردة في الفكر المادي على الفكر الديني. واضح؟ هذا تمام الكلام في هذه النقطة. عندنا المسألة الأخرى، انتبهوا إخواني، هذه هم مسألة جدا راقية، لأنه ذي المطلب العلم مطلب مهم جدا مهم. مفيد الصور العلمية عند العاقل. لاحظوا إخواني، الآن الصورة العلمية اللي أنت حلت أو نزلت وهبطت إليك أو علمت بها، ما جئت فعبر أو ارتقيت فنلتها، هذه الصورة العلمية الآن، هذه الصورة الآن صورة الكتاب أو صورة زيد، صورة العلمية، صورة كذا صورة كذا، عندما جاءت إلى الناس هذه الصورة بما هي صورة واجبة الوجود ولا ممكنة الوجود؟ ممكنة الوجود. مثل أي ممكنة الوجود. صحيح؟ الممكن أعم من كونه مجرد أو مادي. الممكن كل ما سوى الله سبحانه وتعالى. عندنا الواجب هو الله سبحانه وتعالى، وغيره من يكون ممكنا. هذه الصورة الممكنة إذا كانت ممكنة، إذا كانت حادثة، إذا كانت لم تكن ثم كانت، من الذي أوجدها؟ من الذي ألقاها؟ من الذي أفاضها؟ بعبارة أخرى، من الذي أفاضها على العاقل أو عند العاقل أو ما إلى ذلك؟ هنا احتمالات ثلاث. إما الذي أفاضها عليك موجود مادي، شيء مادي أفاض على النفس المجردة هذه الصورة المجردة ثبت تجرده. هذا كله على ما تقدم أن الصورة ما مجردة، يضيع المطلب. بعد ثبوت الصورة أنها مجردة يأتي وهي أولا هذه الصورة مجردة، ثانيا هي أمر ماذا؟ ممكن، ثانيا ثالثا كل ممكن يحتاج إلى علة. مقدمات ثلاث. يأتي السؤال: ما هو علة هذه الصورة العلمية؟ عندنا احتمالات ثلاث. الاحتمال الأول إما وجود مادي وإما وجود ماذا؟
مجرد أو موجود أو النفس معذرة نفسها النفس أفاضت على نفسها أو موجود مفارق للمادة. عندك احتمالات نخلص الدنيا. عندنا احتمالات ثلاث. إما موجود مادي، تقول أن الصورة التي نزلت وهبطت على الناس أوجدتها من؟ أوجدها مادي. ترد واحد شيء في المادي، ترد هذا الكتاب المادي هو الذي أفاض علي الصورة العلمية المجردة. هذا احتمال. احتمال تقول لا، نفس النفس هي التي أوجدت الصورة لنفسها. هذا احتمال ثاني. أو لا، تقول وجود مجرد مفارق عن المادة. قلنا مفارق يعني ما ليس بمادة، مفارق عن المادة، ما في مادة. أمر المجرد، العقل المجرد هو الذي أفاض الصورة العلمية على من؟ على الناس. نأتي الآن احتمال. احتمال الأول أن المادة هي التي أو أن وجودا ماديا أفاض صورة مجردة على الناس. هذا الاحتمال باطل بالضرورة. لماذا باطل بالضرورة؟ حسن الاستحالة أن يكون الوجود الأضعف علة للوجود الأقوى. لماذا؟ لأن الرتبة الوجودية للمجرد أعلى. المجرد وجود شديد، وجود عالي، واضح؟ بينما الوجود المادي وجود أضعاف. ولكن قلنا إن نشأة الدنيا أضعف وجودا من أين؟ من النشأة الأخرى. بتعبير القرآن وأن الآخرة ولا الدار، لا هذه لا هي الآية تشير بأنه الدار الآخرة لهي الحيوان، يعني إشارة إلى شدة الحياة، طوران الحياة فيها، يعني إشارة إلى شدة تلك الحياة، إلى تكامل وتطور وما شئت فعبر عن عظمة تلك الحياة الأخروية. شاهد أن الوجود المادي مهما كان فهو أقل وأضعف من أين؟ من الوجود المجرد. وتعلمون بأن العلة لا بد أن تكون أقوى من أين؟ من معلولها. العلة أقوى من معلولها، أشد وجودا، لأنها مفيضة معطية، فيستحيل أن يكون المعطي والمفيض أضعف من المعطى والمستفيض، مستحيل. فعلى هذا الأساس بعد هذا الاحتمال الأول أن المعطي والمفيض هو الصورة هو المادة، هذا أمر باطل. واضح إن شاء الله؟ تقول لي لا، فلنأتي للاحتمال الثاني أن النفس هي التي أعطت لنفسها هذه الصورة. النفس هي التي أعطت لنفسها هذه الصورة. تقول النفس في مرتبتها خالية، في مرتبة الهيولانية بتعبيرهم في المرتبة الاستعداد تقبل الصور، لا ينفع، وبالتالي هي فاقدة لتلك الصورة، هي تنتظر من يفيض عليها، وفاقد الشيء لا يعطي. فيستحيل أن تكون النفس أفاضت على نفسها أو أعطت نفسها وما إلى ذلك، لأنها النفس بالقوة بالنسبة لها، يعني فيها استعداد أن تقبل الصورة العلمية. وتعلمون بأن القوة والاستعداد حيثية ماذا؟ حيثية فقدان، فاقدة يعني. والفاقد لا يعطي كما تعلمون، الفاقد لا يعطي، لأن القوة والاستعداد في الناس حيثية فقدان، والصورة المعطاة هي حيثية وجدان. فكيف حيثية فقدان تعطي حيثية ماذا؟ وجدان، لأن فاقد الشيء لا يعطي. إذن بطل الاحتمال الثاني. الآن نأتي للاحتمال الثالث. إذا بطل الاحتمال الأول والاحتمال الثاني، تعين أن المفيض للصور وجود أصلا مفارق عن المادة، وجود مفارق عن المادة، نسميه بعالم العقل أو العقل المستفاد أو كذا، في محل الاصطلاحات إن شاء الله وهذه الأبحاث. إلى هنا يثبت بأن هناك موجودا مجردا عن المادة هو الذي يكون واسطة في الإفاضة على من؟ على هذا الوجود النفسي أو وجود الناس. وهذا أحد الأدلة كما هم ذكرنا في هناك تعدد العوالم الثلاث، قلنا عالم المادة وعالم المثال وعالم العقل، هذا من ضمن الأدلة على تعدد العوالم، ويأتي إن شاء الله مزيد إيضاح في محله. يأتي الآن سؤال
نكمل الصورة ونكمل البحث. واضح إن شاء الله البرهان إلى منى ثبت أنه لا يمكن أن يكون الوجود المادي وين؟ علة الإفاضة في الصور، ولا يمكن أن يكون ماذا؟ وجود النفس بذاته أوجدت صورة، فيتعين أنه وجود مجرد. الآن يأتي سؤال عشان نكمل الصورة ننتهي من البحث. إذا قلت بأنه العقل المفارق هو المفيد عن الوجود المجرد هو المفيد للصور، لما نقول عقل مو عقل الإنسان اللي هو مرتب من مراتب وجوده، عقل عند ذاك الوجود المجرد، العالم المجرد، عالم العقول، تعبير الشرع عالم الملائكة أو ما شئت فعبر. إذا قلت إذا كان العقل المفارق هو المفيد للصور العلمية على الناس، ما هو دور الحس الآن؟ العين والسمع والبصر وكذا واللمس والحواس الخمس ما دورها أيضا؟ ماذا تعمل؟ فلتكن هي يعني الآتية بالعلم، هي التي آتية بالصورة العلمية لك. واضح؟ هي فلتكن هي الآتية لك بالصورة. ولماذا هي يعني لا تكون؟ أولا يمكن الجواب بأن أولا هذه النتيجة وجودات مادية، والوجود المادي لا يمكن أن يأتي بوجود مجرد، هذا خف واضح. ثانيا نقول هذه لا نلغي دورها 100%، لا لها ودور محترم ومقدر، وهو ماذا؟ دورها أنها لها القابلية أو بعبارة أخرى معذرة أنها لها تقوم بدور الآلة، تقوم بدور المعد، فقط تهيئ الأجواء للإفاضة. يعني أشبه مثل ما نقول المفيض وهو الذي يصوركم في الأرحام، الذي يفيض الإنسانية ويفيض وجود الإنسان هو الله سبحانه وتعالى، لكن دور الأم والأب دور المعد، دور المهيئ. إذا قلنا دائما وتكرارا بأن كل ما سوى الله بعد سبحانه وتعالى تكون بعد واسط، يعني عليته بعد تصير على نحو الاستعداد، على نحو الإعداد، معناته على نحو الآلية، على نحو المهيئية. مثل الآن المزارع والشمس والتربة والضوء والبذر وكذا، كل هذا على نحو المعاد والمفيض. أرأيتم ما تخلقونه، أرأيتم ما كذا. القرآن بإشارة إلى هذه الحقيقة. على كل حال نعود إلى ما نحن فيه. إذن للحس دور، يعني للحواس الخمس دور بلا إشكال، ولكن دورها ليس هو دور الإفاضة والإبداع والإيجاد، بل دورها دور الوساطة بمعنى المعد، بمعنى المهيئ، بمعنى يعني ما شئت فعبر، فقط لها هذا الدور لتلقي الصور العلمية من ناحية العقل المفارق. إلى هنا يتضح، عرفنا الدليل على في الضرورة وجود اللهم صل على محمد وآل محمد، ضرورة المفيد هو أنه عقل مجرد وليس هو وجود مادي وليس هو الناس. ثانيا دفعنا إشكالية ماذا؟ إشكالية اللي هو دور الحس وإلى غيره. بقي مطلب عشان أخلصه واللي عنده سؤال بعدين ما عنده. هذا تقسيم المعلوم بالذات. المعلوم بالذات على قسمين: معلوم جزئي ومعلوم ماذا؟ كلي. ما هو المعلوم الجزئي؟ هو ما يمتنع فرض صدقه على كثيرين، ويشمل الصور الحسية، الصور الخيالية، الصور الوهمية. لكن لاحظ لما نقول معلوم جزئي، إذا صارت معلوم وصارت صورة علمية لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين، ولكن بهذا بأي لحاظ؟ هذا بلحاظ أنها حاكية، بلحاظ أنها حاكية. لاحظوا بلحاظ الحكاية نعم يمتنع فرض واصف على كذا، يعني راح تحكي عن ذلك الموجود فقط دون غيره، إما بغض النظر عن الحكاية بما هي صورة بمفهوم كلي لا يمتنع فرض خاص، لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين. هذا أولا. فبالتالي مع صور حسية، صور خيالية، صور وهمية اللي وضحناها في درس سابق. معلوم كلي لا، هو ما لا يمتنع فرض صدقه على كثير، وقلنا يشمل المعاني العقلية وليس الصور العقلية. واضح إن شاء الله؟ بهذا التقييد، بهذا المقدار إن شاء الله تكون مثل هذه المسائل واضحة. إذا كل سؤال قبل الدخول، ما عندنا وقت والأخوة يريدون ننتهي من البحث، إذا أكو سؤال مهم وإلا ندخل في الباب السابع، عندنا 4 ساعات تقريبا. بلحاظ الحكاية خارج يفرق عن قولنا بلحاظ التشخص يعني؟ إي طبعا. الحكاية فقط لها أنها
يعني شلون؟ المشخص أمر خارجي مادي، المجرد لا يمكن أن نقول بأنه أمر مادي. نعيد نفس النقطة، فقط في حال حكايتها بعد تصير الصورة منطبقة على الموجود الخارجي. لكن احنا قلنا بلحاظين، هذا كررنا مرة. الصورة بما هي صورة لا يمتر بهذا اللحاظ فرض صدقها على كثير، لكن الصورة بما هي حاكية عن ذلك الموجود الخارجي طبيعي يمتنع فرض صدقها على كثيرين. بالنسبة للحكاية التشخص لا، التشخص في الخارج ما له تشخص أمر خارجي، يعني فقط انطباق صورة على ذلك الموجود الخارجي فقط دور الحكاية، يعني ببركة الحكاية بركة الاتصال بالخارج جعلت هذه الصورة لذلك الموجود الخارجي، ولكن بلحاظها هي بما هي لا يمتنع فرض صدقها على كثيرين. وذاك التفتوا اختلاف الحيثيات مهم تعبيرهم، لولا الحيثيات لبطلت الفلسفة، مثل النحو لولا التقديم والتأخير كذا تعلمون. فهذه مسألة لحاظ الحيثيات مهم في أي مسألة من المسائل، بأي لحاظ تلحظ كذا تكون نتيجة كذا، تلحظ بكذا تكون نتيجة أخرى. نعم. شيخنا العلم بمعنى مجرد لماذا لم تكن وسائطهم مناسبة لهم تجاه وسائط المعدة؟ يعني وسائط أمر المجرد له بالضرورة، ما توجد قاعدة تقول بأنه بالضرورة وجود المادي أو الوجود المجرد ضرورة تكون وسائطه مجردة. لا ما هو يعني كما قلت هو في النتيجة مو قضية علة ومعلولية تامة، الكلام هذا يتم في العلة والمعلولية التامة، يعني يقولون قانون السنخية بين العلة والمعلول، أي علة وأي معلول تام. أحسنت، العلة التامة فيكون معلولها مسانخ لها، مثل الله سبحانه وتعالى أفاض الوجود العقلي أو الوجود المجرد أو الوجود السنخية، بينما العلل المادية أو العلل الإعدادية لا، ما ليست هي معلولات أو ليست يعني هي علل تامة لأجل ماذا؟ لأجل نفرض فيها قضية السنخية بين المعلول والعلة، فهي فقط دور المعد والمهيئ ليس نعم. شيخ لما قلنا أن علته إما موجود مادي أو النفس العاقلة أو موجود مفارق للمادة، قد يقال أن التقسيم أساسا غير صحيح، لأن النفس العاقلة هي في النهاية موجود مفارق للمادة، فالأولى أن نقول إما موجود مادي أو موجود مجرد مفارق للمادة، والموجود المجرد إما نفس عاقلة أو غيرها. هذه التقسيم لا يكون صحيح بهذا اللحاظ. ليش ما يكون هذا احتمال مو تقسيم؟ النفس العقلية إذا مو تقسيم عقلي لذا نعم، لو كان تقسيم عقلي يجي الإشكال. هذا فقط أسألك الآن من الذي أوجد البيت؟ تقول لي والله أم البناء وأم رئيس المدرسة، احتمالات. طرح الاحتمالات مو مبني على التقسيم، هذا مبني على الاحتمال، بأن احنا حسب الاستقراء الآن من الذي أوجد الصورة العلمية؟ ما يخرج. فعلا الآن أنا أسألك سؤال، من الذي أوجدني؟ تقول لي واحد مثلي أو واحد أو أنا أوجدت نفسي أو شخص آخر، لاحظ، أو شيء آخر. فأنت لما تطرح الاحتمالات تجي تبطل احتمال أو تثبت احتمال دون احتمال. نفس الكلام هنا، هذا أولا. ثانيا احنا كلامنا بأن حين في لحاظ النفس احنا لاحظنا ايش؟ لحاظة النفس أن النفس التي هي محض قابلية واستعداد لقبول الصور هل تكون بنفسها أوجدت الصورة؟ احتمال هم مهم جدا، لأنه أنت تفترض أنه قد يكون النفس هي التي أوجدت الصورة العلمية لها، فنقول لا يمكن، لأنها هي في هذا اللحاظ حيثية فقدان، حيثية قبول محض، وفاقد الشيء لا يعطي. نعم. إذا كان في قانون السنخية أشرنا إلى مثلا النار والحرارة بينهما سنخية، ولو لم تكن بينهما سنخية لكل شيء أوجد كل شيء، فما كانت هي علة تامة والمعلوم، رغم ذلك لاحظنا قانون السنخية. لا لاحظوا قانون السنخية ترى نتكلم عن العلاقة الطولية بين الوجود المجرد والوجود المادي، شفتوا وياه، وترى نتكلم عن نفس الوجود المادي وأثره في كلا الأمرين. صحيح احنا كلامنا ما يرد الإشكال من جهة أنه هذه النار هي مادية وأعطت وجود المادي، لا بالضرورة، لأنه نقول النار ما دام هي نار سنخيتها أن تعطي ماذا؟ ما يناسبها، هذا معنى السنخية، ما يشابهها ما يناسبها، وهو مثلا الحرارة ما تعطي البرودة. لاحظ كلامنا في الإشكال على أنه في العلاقة بين الصور أي بين مفيد الصور وهو العلة التامة
واضح؟ وبين ما دونه لأشكال السير، وبين ما دونه كلامنا بأنه هذه فقط لها كما قلت دور المعد. دور المعد مو فرضنا أصلا إحنا أمر علة أو بهذا المعنى، بينما في النار فرضناها علة. قلنا النار في العلاقة الطولية علة لمن؟ للحرارة، فرضنا السنخية. لكن هنا لم نفترض أنه ذي دور المعد. النار ليست هي دور معد، النار هي علة لمن؟ للحرارة. النار هي علة للحرارة لأنه تلازم بين النار وبين الحرارة. الآن هذا التلازم على أي نحو كذا بحث في محله، بحث في محله في مسألة النار. نعم. بعد الآن احنا في مشكلة الوقت، يعني ما أدري الآن احنا أقل شيء نحتاج لنا محاضرتين. 3 سفري أنا أسافر 3 ماني موجود. أنتم إذا تلتزمون بكرة تجون، لأن ما في مجال عندنا 5 دقائق ما نقدر ندخل الباب أصلا. إن شاء الله. يعني لازم تضحوا بعد، ما فيها مجال يعني، بعد هذا أمر عقلي يعني. أي يعني يا تتركوا الكتاب تبقى محاضرة، أي ولا تقدروا ناخذ محاضرتين ورا بعض لأن أنا عندي درس وأنتم عندكم دروس. فنحصر الأمر في هذا، أو نضغط يعني صعب نضغط محاضرتين وهي الثمرة. بعدين تنضبط علينا خرجتم بالشجرة وتركتم الثمرة. فأنا أقول الباب ما فيها شيء، يعني بكرة ناخذ درس كامل عن الفصل الأول، واليوم الاثنين نخلص الفصل الثاني أو المحاضرة الثانية. وأنه هذا مع الصعوبة طبعا. شوفوا الآن اليوم وكثرة الأسئلة، لاحظوا هذا بس يوم هو صفحة واحدة اليوم، ومطلب كان هم تقريبا مهيئ من ذاك الدرس السابق، وأخذ منا الآن تقريبا ساعة يعني قصدي درس كامل. فعليه من باب أنه بكرة يصير درس. أنا عندي تدريس بكرة، ما معطين بعضهم يعني، المدارس ما معطنا يعني درس. بعدكم عندي هم بكرة درس في البيت، هم عندي درس لأنه أريد أخلص بعض المطالب. فعشان يصير بحث مترابط بكرة نأتي إن شاء الله ندخل الباب السابع، وفي توحيد الله يعني هو ما تراجع عنه علوم الإمام الباقر سلام الله عليه. فبالنتيجة ناخذ هذا البحث، واليوم الاثنين ناخذ البحث الثاني، ونكون تقريبا بقدر هم نحاول نغطي. إذا ما تصير مداخلات وأسئلة بالضرورة مهمة يعني ليست مهمة، عشان يمشي المطلب وتتضح الصورة أكثر. بكرة يعني يجون الأخوان بعد، أنا أجي بكرة يعني لأن ما عندي مجال. إن شاء الله. نفس الوقت بعد، لأن أنا عندي درس بعدكم وعندي درس بعدكم. يعني بكرة أنا ماني معطل، ما أقدر أعطل يعني. 3 سفاري الأفضل أشوف أنه يعني ما فيها شيء. بالعكس أبركلكم عشان اللي عنده مأتمر يخلص رح يسمى، لا غير يكون ينام ما يجوز لا درس ولا يتسمى. فإن شاء الله نوفق بكرة أفضل. لأن أنا والله شديد يعني محضر لنا كله قلت اليوم، بس طبيعة الدرس هو هذا. شو تسوي يعني أنا أظلم نفسي وأظلمكم مشي الدرس كذي ومطالب هي ومن حق الأخوة هم يسألوا. أنا بالعكس السؤال مهم، لكن إن شاء الله بعض إجاباتها تأتي بدراسة أعلى متوقفة على مقدمات معينة، وبعضها اللي نقدر إحنا نجاوبها بمقدار يعني بحيث يعني ممكن نرفع الشبهة نوعا ما. فإن شاء الله عندنا درسان يعني بكرة وبعد بكرة. إن شاء الله. أي أنا لابد 3 بس 3 سفر يطلع الصباح، ما أضمن لكم يوم سفر مو مع إنه أقدر واحد يدرس ويطلع بالسفر يعني. جدا صعب يعني. خلاص بكرة إن شاء الله الأخوان أنا بعد أجي أدرس يعني حضر طالب ولا طالبين، بعد واحد مسؤوليته أمام الله سبحانه وتعالى. يعني بكرة ندخل درس نخلص هذا، واليوم الاثنين إن شاء الله درس الثاني. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.